السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مذاقات جديدة. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتستمتعوا بمشاهدة الفيديو للآخر. اليوم حعمل معكم وصفة جديدة وبنفس الوقت غريبة. الوصفة هاي الدوالي أو كيكة الدوالي حنعملها بقالب الكيك، ومش هتاخد معنا وقت ومن غير ما نلف الدوالي، وبنفس الوقت كمان حنحطها بالفرن. الوصفة هاي عن جد تستحق المشاهدة. أتمنى إنكم تتابعوا الفيديو عشان تعرفوا مقادير وطريقة عمل هاي الوصفة. طبعا هلقيت الدوال مش متوفر عنا لأنه مش موسمه، لكن بنكون إحنا مخزنينه بعلب أو جناني مثل ما انتم شايفين عندكم، أو أوقات بكون موجود في السوبر ماركت، في مرتبانات بكون مخزن بالمي والملح. فاللي بكون عنا مخزن بالمي والملح بنغسله فقط، ما بنحتاج إنه نسلقه. لكن اللي بكون عنا في الجناني بهذا الشكل حنسلقه لمدة ربع ساعة، وبعد هيك بنطفي عنه وبنرفعه من المية. حنجهز الشوربة اللي حنسقي فيها الدوالي وحنضيفها على صينية الدوالي. حيكون متوفر عندي هنا شوية عظم وشوية دهن بنسلقها، وبنضيف عليها البهارات الخشنة، الفلفل الناشف، وكمان القرنفل والهيل والزنجبيل والقرفة العيدان. بنصفي الشوربة وبنحطها بجاط عميق، وبنضيف عليها عصير ليمونة، وملعقتين كبار من دبس الرمان، وربع ملعقة ملح. عنا قلاية على نار هادية بنكون مجهزين عنا الخليط اللي خلطناه قبل هيك الخضار، وبنضيفه في المقلة. بنضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من العصفر أو الكركم، وملعقة صغيرة من البهار المشكل، وملعقة ونص صغيرة من الملح، وملعقتين صغار من دبس الرمان. بحركهم منيح مع بعض وبتركهم لمدة 5 دقايق. بضيف عليهم ملعقتين صغار من صلصة الطماطم، وبحركهم منيح مع بعض وبتركهم لمدة 3 دقايق. بعد هيك بضيف عليها 250 جرام من اللحمة المفرومة، وبغطيها وبتركها لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق أصبحت عنا الصلصة جاهزة. بضيف عليها ملعقة صغيرة من السمنة أو الزبدة حسب المتوفر عنا. هيك أصبحت عنا الصلصة جاهزة. بأرفع المقلة عن النار وبأتركه على جنب. عنا هان كمية من البقدونس والعين الجرادة، حنقطعها قطعة صغيرة. حبدأ أجهز الرز. عندي هان كوب من الرز المصري الحبة القصيرة، وبضيف عليها كمان نص كوب من البرغل الخشن. بغسلهم منيح وبصفيهم من المية. بضيف البقدونس والعين جراد اللي قطعناهم قبل هيك، وبضيف خليط الصلصة اللي عملناه قبل هيك. بضيف عليه ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة من الكركم، وربع ملعقة من البهار المشكل، وربع ملعقة من الفلفل الأسود. بحركهم منيح مع بعض، وهيك بكون عنا الخليط جاهز. بتركه على جنب عشان أبدأ أشتغل فيه بعد شوي.
عندي هان قالب كيك، وهذا قالب الكيك بنفتح من تحت. ممكن نستخدم أي صينية عادية، بس أهم إشي يكون عنا قالب الكيك أو الصينية العادية ارتفاعها عالي عشان طبقات الدوالي. هغلف القالب أو الصينية بالقصدير مثل ما انتم شايفين بهاي الطريقة. لازم لما أغلفه انتبه انه أغلفه شوي شوي عشان ما بدي القصدير يتمزع، بدي يكون القصدير كله مستوى واحد وما يتمزع معي. عنا هان حبة بندورة وحبة بصل وحبة بطاطا، بقطعها إلى شرائح مثل ما انتم شايفين، وبصفها في قاع القالب مثل ما هو موضح عندكم في الفيديو. وبضيف كمان قرنين من الفلفل الناشف، ممكن نستغني عنهم إذا ما بتحبوا الأكل يكون بحرق. وبنضيف عليهم كمان رشة ملح. بنبدأ هلقيت نصف ورق العنب كما هو موضح عندكم في الفيديو، بس بتكون عنا الورقة الناعمة بتكون لتحت والخشنة لفوق. بنغلف القالب كله بورق الدوالي مثل ما هو موضح عندكم في الفيديو، ولازم طرف حبة الدوالي اللي بتكون على الجوانب تكون مرتفعة عنا شوية مثل ما هو موضح عندكم في الفيديو. بعد هيك بنبدأ بصف ورق الدوالي على جوانب القالب مثل ما انتم شايفين. هيك أصبح عنا شكل القالب. حنبدأ نضيف طبقة من الرز. الرز طبعا بنضيفه ما بيكون كتير، يعني تقريبا يمكن 3 أو 4 معالق مثل ما انتم شايفين عندكم. كمية الرز مش كبيرة. بعد ما حطينا كمية الرز بضيف عليها ملعقة من الشوربة اللي جهزناها قبل هيك. بعد هيك بنصف فوقيها كمان طبقة من ورق الدوالي. في هاي المرحلة مش مهم انه يكون الورقة الناعمة فوق او تحت، لانه حيكون الورق في النص فمش حيكون مبين عنا. بستمر بهاي الطريقة لحتى نعمل عنا 3 طبقات من الرز والدوالي. بدناش نكتر عشان انه ما يطلع عنا الرز كتير والدوالي ما يكونش مبين عنا في الوصفة. بس 3 طبقات، حنعمل 3 طبقات من الرز. والطبقة الأخيرة طبعا بتكون عنا دوالي بنصفها مثل ما انتم شايفين عندكم. بعد هيك بنثني جوانب الدوالي على الطبقة الفوق مثل ما هو موضح عندكم في الفيديو. ملاحظة مهمة، بعد ما ثنينا جوانب الدوالي لازم نضغط عليها ضغطة خفيفة عشان لما نحط الشوربة الورق الدوالي ما يصير عنا بينه فراغات ويصير منظره مش حلو معنا في التقديم. نفس الكاسة اللي عايرنا فيها الرز والبرغل حنعاير فيها الشوربة. حنضيف عنا كاستين من الشوربة، حنضيفها فوق الدوالي بهذا الشكل.
بعد هيك حلفها بالقصدير، نحطها في الفرن على درجة حرارة هادية لمدة ساعة. بعد ساعة أصبحت عنا الدوالي جاهزة، بنتركها تقريبا لمدة 10 دقايق حتى تبرد عنا الدوالي شوية. بعد هيك بنقلبها بصينية التقديم وبنزينها بشرايح الليمون والنعناع. الوصفة هاي للأمانة بتكون نجدة إلنا لما نكون إحنا مستعجلين ومش عارفين إيش نعمل طبخة، فبتكون هاي الطبخة لذيذة وبنفس الوقت سريعة. أتمنى لو كنتوا أول مرة تشاهدوا هذا الفيديو تشتركوا في القناة، عشان إن شاء الله حنقدم أكلات فلسطينية من تراثنا الفلسطيني. وأتمنى أنكم تستمتعوا بمشاهدة الفيديوهات اللي أنا بقدمها ويكون محتواي كتير مفضل إلكم. للأمانة كيكة الدوالي طعمها عن جد كثير رهيب وبنفس الوقت لذيذة، والصلصة والدبس الرمان اللي حطيناه عليها معطيها حداقة وطعم كثير لذيذ. أتمنى إنكم تجربوا هاي الوصفة وتعجبكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.